السلام عليكم ورحمة الله. عزيزي المشاهد، لو أول مرة تشوف الفيديو فياريت نصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة معانا عربيات كويسة جدا وعربيات معروفة جدا في السوق. عربية هونداي فيرنا وعربية كيا برايت. العربيتين يا جماعة أجمل من بعض. العربية اللي معانا الأولى عربية هونداي فيرنا، العربية موديل 2009 والعربية بسعر مغري يا جماعة. العربية كاملة مانوال. العربية النهاردة بسعر حلو جدا. العربية فيها رخصة سنة، مرور الفيوم. موتور العربية 1600 سي سي. العربية دي بدون توكيلات يا جماعة، تشتري من صاحبها مباشر. والرش بتاع العربية رش جديد، يعني حديث مش رش قديم. العربية بقى تكييف يعمل بكفاءة، باور، سنتر لوك. والعربية من الداخل الصالون يا جماعة بسم الله ما شاء الله، يعني بحالة 85%. العربية بقى جنوط سبور، كاوتش وبطارية بحالة الفابريكا. العربية رشة من الخارج يا جماعة، وبها ملحوظة صغيرة يعني لا تذكر من الداخل. وإن شاء الله صاحب العربية مستعد للكشف في أي مكان. مكنة وفتيس وعفشة وآلات جر 10/10. السعر المطلوب في العربية دي هو 88 ألف جنيه، والعربية دي موديل 2009. فاحنا بنسمع في السوق وفي المعارض وعلى قنوات تانية أخرى بنسمع سعر أعلى من كده بكتير. فأنا النهاردة جايبها لك ب88 ألف جنيه، ورقم تليفون صاحب العربية أسفل الفيديو. العربية التانية اللي معانا كيا براين موديل 98. العربية بقى محرك مانوال يا جماعة. العربية دي برضو لسه معمول لها عمرة من شهر، يعني العربية متروق عليها يا جماعة. المكنة والكلام ده وفتيس. العربية مش هتحتاج منك مصروف نهائي. العربية بقى رخصة سنتين، ودي حاجة حلوة جدا في العربية. مرور القاهرة، وفحص في العربية 3 سنين. العربية دي دواخل سليمة يا جماعة، رشة من الخارج. دواخل العربية فابريكا. وبالنسبة لكماليات العربية، فكماليات العربية بسيطة يا جماعة، يعني التكييف بتاع العربية عايز شحن. العربية بقى باور، ازاز مانوال، فرش جلد على الكراسي بنسبة 80%. العربية بقى كاوتش وبطارية بحالة 90%، يعني كاوتش والبطارية بحالة جيدة جدا يا جماعة. والسعر المطلوب في العربية دي هو 55 ألف جنيه. ورقم تليفون صاحب العربية أسفل الفيديو. ويا جماعة الأسعار دي كلها أسعار مبدئي. إن شاء الله في المعاينة هتجيب سعر، لما تتواصل مع صاحب العربية هتجيب سعر أحسن من كده بكتير. والعربيتين دول القطع غيار موجودة يا جماعة، والعربيتين أجمل من بعض. والسلام عليكم ورحمة الله.